هلا وهلا. طبقنا اليوم هو صدور الدجاج بصوص المشروم. طبق جميل جدا، كلش طيب، طريقة عمله سهلة، ينفع عشوة حلوة وهيك راقية مرتبة. خليني نبدي بالبداية نحضر صدور الدجاج. راح أقصها بالطول وأخليها شوية رفيعة حتى تستوي بسرعة. ورا ما أقصها راح أخلي عليها ملح وفلفل أسود، وأتأكد إنه الجهتين صار عليهن، وأخلي عليها طحين. نبدي بعدين بطاوة على النار أخلي شوية زبد، وأبدي أقلي صدور الدجاج، أخلي يصير بيها لون، صار عليها في الطبقة ولون، صار شوية مقسبة. أقليهم كلهم وهيك راح يصير شكلهم. هسه خلينا نبدي بطريقة عمل صوص المشروم. هذه المكونات: مشروم عندي هنا أني فريش، وزبد، وكريمة طبخ، ثوم، طحين، ملح وفلفل أسود، وهاي قطعتين ماجي دجاج، لأنه أنا جاي أطبخ شي بدجاج. خلي أشوفكم ليش أنا جايبة الماجي هنا. عادة على صوص المشروم يخلوا له مرقة دجاج أو مرقة لحم حسب. أنا ما كان عندي بذاك اليوم، فخليت كوب مي دافي وخليت عليه قطعتين ماجي دجاج، وصارت مثل مرقة الدجاج نفس الطعم. نبدي نخلي الزبد، نحمس الثوم، بعدين نحمس المشروم، ونضيف كل المكونات. الطحين بالبداية، بعدين المرقة اللي سويناها لما تسخن شوية نحط آخر شي الكريمة، ونخلي لهم ملح وفلفل أسود. ننتظرها شوية على النار على ما تتسبك شوية، تتخن ويتجانس الخليط كله. نرجع عليهم قطع الدجاج. تحاولون تخلوه على نار ناصية حتى يستوي الدجاج براحته، وهم يعني ياخذ طعم من الصوص مال المشروم. نخليه على النار تقريبا 15 دقيقة، نظل نخلي عليه من الصوص، ورشيت على الوجه نعناع مجفف. لما أقدمه أخلي صدور الدجاج وأخلي عليها البقع من الصوص، وزينته بهالطريقة. طعمه مو طبيعي، طعم صدور الدجاج فتشي، والصوص هذا ممكن ينفعكم ويا هواي شغلات. جربوا هذا الطبق وألف عافية.